بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: التنافس بين المدارس العلمية في دراسة التاريخ. لاحظت منذ أن كنت معيدا أن هناك التنافس بين أبناء مدارس علمية مختلفة. من درس في فرنسا يقول جامعة السربون. هل يوجد بعد جامعة السربون؟ هذه جامعة عريقة، صدرت البراءة الملكية منذ عهد فيليب أغسطس، فهي جامعة عريقة ويتبنى اتجاهات المؤرخين الفرنسيين، بل منهم من يقول كلاما يعني رحم الله تعالى الجميع تشعر أن هويته الدينية ضائعة. فيأتي من درس في بريطانيا، الإنجليز وفي الإنجليز، كامبريدج، أكسفورد، وجامعة لندن. هذه الجامعات المعتبرة جامعات راقية، العالم كله يأتي إليها. جميل، ويردد أفكار المدرسة الإنجليزية ويتبناها. ثم نأتي لمن درس في ألمانيا، يقول لا، الفيلولوجي، فقه اللغة، الألمان. هل هناك مثل كارل بروكلمان Geschichte der arabischen Literatur؟ هل هناك مثل كذا وكذا، ويتحدث عن أعلام المدرسة الألمانية؟ التنوع مطلوب، وهذا شيء طيب، ومن المهم عدم الانحياز لأي مدرسة. لكن السؤال: ماذا عنك أنت؟ هل أنت لديك مدرسة خاصة بك؟ أم نردد ما قاله الآخرون بنوع من الاستلاب الذهني ونوافقهم تماما؟ هذه مصيبة. أين هويتنا؟ يقول لك على صفات المؤرخ، هذا منذ الفرقة الأولى. صفات المؤرخ يكون الحياد، الموضوعية، ألا تدخل مشاعره في كتابة. إذن أنت تطلب آلة تكتب التاريخ، ومن المستحيل أن كل هذه الصفات التي مطلوب توافرها في المؤرخ أن تتواجد في مؤرخ واحد. وأقولها بصراحة، حتى عندما كنت أشرح لأبنائنا مادة منهج البحث أقول هذه صفات افتراضية أن توجد، لكن مستحيل أن توجد، ليست جميعها موجودة عندي على المستوى الشخصي. أنت تطلب مستحيل. وبعد هذا يتضح أننا نقول كلاما خطيرا. حياد المؤرخ، حياد يعني ماذا؟ يتفرج على مأساة شعب يباد بمنطق الموضوعية التاريخية؟ هذا كلام غريب. والكتابة الأكاديميك رايتنج، هذا خيانة للضمير. لابد من أن تدين المجرم الذي فعل هذا، إلا شاركت بجريمة الصمت، وهذه مصيبة. ومعناها أننا ننظر بنظارات المركزية الأوروبية التي قالت لا أخلاق في السياسة. وأحد الأساتذة مما يقولون أنه متخصص في التاريخ الحديث، في حديث موجود على اليوتيوب، قال لا أخلاق في السياسة. محمد علي كان لازم يقضي على المماليك، لا أخلاق في السياسة. ويقوم كذا، لا أخلاق. هذا مفهوم غربي لا أخلاقي لتبرير جرائم الغرب لنا. لا أخلاق في السياسة أن إسرائيل تقتل 72,000 فلسطيني بدم بارد وكلهم مدنيين. لا أخلاق في السياسة أن افعل ما تشاء، الفوضى العالمية بمنطق لا أخلاق في السياسة. سياسة بلا أخلاق معناها أننا عدنا إلى الغابة. هذه لابد من الأخلاق، هذا أمر طبيعي. ومعنى لا أخلاق في السياسة أن الشعوب التي تريد أن تتحرر يقال عنها شعوب إرهابية، وأنك تبرر قتل 10 مليون شهيد جزائري على مدى 162 عاما في الجزائر. ولا أخلاق، كلام غريب للغاية. وكل هذا بسبب تبني أفكار غربية وعدم التفكير فيها. فإذا بنا سرقنا عقليا دون أن ندري. تشبع بمدرسة ما، لكن ليس بهذا الشكل. وماذا عنك؟
عن نفسك أنت؟ إلى متى نظل هكذا؟ إلى متى؟ يعني طبعا منذ رحيل ابن خلدون 1905 نحن في بيات شتاء، نحن في حالة جد، ونذهب للغرب كي نستعير منه نظريات لتفسير التاريخ. هذا كلام خطير للغاية. وطبعا نحن فعلنا بأنفسنا هذا. طالما أنت بتقسم نعود إلى اللعبة الأصلية، طالما أنت تقسم التاريخ وكل جلس في غرفته 3 غرف، قديم وسيط حديث، كيف تنظر التاريخ نظرة بانورامية؟ لن يوجد فيلسوف للتاريخ، ولن توجد كتاب عن التاريخ عالمي، وسنظل كل سعيد بالزنزانة التي يجلس فيها. يقول لا 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 تخصصي، لا لا، لا أنت متخصص وهو متخصص، أنتم تخدعون أنفسكم. التاريخ نهر، من الذي قال لكم حجز النهر لامتلاك وهمي؟ فبصراحة أنا عايشت مرحلة مهمة وأدركت هذه الجزئية. والحل أن تكون نفسك، أن نكون أنفسنا لنا هوية خاصة بنا. المؤرخون المسلمون الذين عاصروا الحروب الصليبية كانت لهم هوية علمية واضحة ندركها من خلال كتاباتهم، لأن لم يكن هناك ترجمة من كتابات الغرب في ذلك الوقت تؤثر في المؤرخين المسلمين. هذه نقطة مهمة. ستقول لي وضع طبيعي أن المؤرخ يعود إلى كتابات يترجمها، نعم، لكن حذر من الاستلاب الذهني. لا تقول لي قضية الصليبيين بلا قضية، لا تقول لي مجد الصليبيين، هذا كلام يقوله مؤرخ فرنسي حديث. فالهوية، تاريخ بلا هوية إذن لا يوجد تاريخ. فهذا كلام مهم للغاية. وتقليد الآخرين، وأن تقرأ ما كتبه الإنجليز والفرنسيين والألمان بنوع من الاستلاب الذهني وتصور أن الخواجة عبقري وأتى بما لم يأتي به، هذا وهم. من قال لك هذا الكلام؟ متى تثق في نفسك وتقول رؤية يتعلم منها الخواجة؟ إلى متى التبعية؟ المصادر موجودة والصراع كان على أرضنا، والمدرسة الشامية والعراقية والشامية قدموا عمالقة المؤرخين. متى نقدم شيئا جديدا؟ كفانا من درس وراء الأحداث. ففعلا هذه الحلقة عن تنافس المدارس العلمية المختلفة. شكرا جزيلا.